سورة الكهف بتيجي كل أسبوع عشان تفكرنا بحاجات كتير جدا، منها الرسالة دي: قال ما مكنني فيه ربي خير. الآية دي من أكتر الآيات اللي أنا بقف عندها كده، قلبي بيقف عندها حرفيا، لأنها بتفكرني ب قد إيه ربنا سبحانه وتعالى مكننا من حاجات كتير في حياتنا، وبتطمنك أو بتطبطب عليك أو بتواسيك في حتة إن مهما كان اللي ربنا حطك فيه، يعني مهما كان صعوبته ومهما كانت قساوته، فهو الخير ليك. ربنا سبحانه وتعالى لو مكننا من سلطة، فلوس، شغل، أيا كان الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، فهي خير لينا بحلوها. يعني بحلوها فنفتكر نعم ربنا، اللي هو الحمد لله يا رب اللي انت مكنتنا النعمة دي اللي هي مسهلة علينا حياتنا وموفرة علينا مجهود كبير. وبوحشها ان هو يعني مش لو كنت في مكان تاني كان زماني مرتاح، لا لا لا، هو ربنا مكانك دلوقتي هنا فهو ده الخير، فانت لازم تفضل هنا دلوقتي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هيمكنك من حاجة تانية هتكون خير في مرحلة تانية من حياتك. وبس، فلو لسه ما قريتوش سورة الكهف الاسبوع ده اقروه.